السلام عليكم شباب اليوم ويانا طريقة حذف المكالمات السابقة من الياهو ماسنجر. شباب، توجد طريقتين لحذف المكالمات من الياهو ماسنجر. وإن شاء الله طريقة سهلة وبسيطة، ما يحتاج لها أي شيء. بس قبل كل شيء اليوم أحد الأصدقاء في الفيسبوك نتكلم أنا وياه، فقال العفو، فنزلنا برنامج ملاعيب بالفيسبوك. قال لي هذا قديم وانا كنت استخدمه على الياهو ماسنجر، فقلت له لا هذاك يختلف وانا عندي ومجربه قديم، فحبيت ارويه للبرنامج هذا. فاقول لك انتبه لي، شوف هذه الملاعيب اللي ادزها على الياهو ماسنجر القديمه. هاي اول شيء. اللعبه الثانيه شباب، هذا استخدم مثلا هذا. يعني كثير من الملاعب، ومثل ما شاهدتوا شلون هسه نقرت على اثنين من عندهم وهن هواية، وهذني عدد يعني كثير. فما أريد يعني أطول عليكم، بس هذا آخر شي شوي عندي. مثلا راح أختار أحد هذني أختار هاي الصورة ونشوف شو راح يطلع لنا، ونشوف وين ما يحمل. هذا راح يطلع شكر رجال. انت تتوقع لنا يعني من هذا الملاعب. المهم هذا مو درسنا، هسه نجي شباب بدرسنا كيفية المسح. قلنا هناك طريقتين. الطريقة الأولى راح أنقر على الظرف بين ما يفتح عندي المتصفح جوجل كروم، وراح أرويك بين ما يفتح عندي المتصفح راح أنزله. شفتني وين نقرت على الظرف على مود أرويك شلون. والطريقة الثانية هذه، من هنا نجي على كونكت، نجي على كلمة، أنا شوي ضعيف إنجليزيتي، conversation history، ننقر عليها نقرأ. طبعا هذا الياهو اليوم سويته، ودخلت على العام وقلت له ما نزيد من يعني على مود اسوي الشرح عليه، لان ما اقدر اسوي على ايميلي، وتعرفون يعني اغلبية الايميلات جاي تتهكر وهاي، فما ردت احد يعرف بايميلي. شوي عندي الحاسبة تعلق، يسوق برنامج اللي يخلي الحاسبة تعلق. شوفوا شباب، هسه انا مثلا اجي هنا انقر مثلا هذا اليوم كريم، شخص من مصر حكيت وياه. هذه الطريقة شباب، هذا حكينا هذا الحكي العفو. هاي مثل ما جاي تلاحظ، تقدر منه تسيفه، تقدر تسيفه. وين تسيفه؟ وتقدر تمسحه، وتقدر تطبعه طباعة. فأنا راح أعلمك تسيفه وأعلمك شلون تمسحه. هم نضيف لها هاي شوي، قلت لك الحاسبة تعلق عندي. تجي وين تريد تخليه، مثلا على الديسكتوب، راح أخليه على الديسكتوب. تنطيه اسم، خلي له أي اسم، وأجي أنطيه سيف. راح أجي للفايل، وينه هذا مثل ما جاي، هذا هو أجي الفايل. السلام عليكم، هذا الحكي عليكم السلام، مين انتم، مثل ما جاءت لها. المهم الطريقة احنا نريد نحذف. هاي طريقة الحذف، هاي سلة المهملات ديليت. تنتظر شوية بين ما يمسح عندك الرسائل. هاي وكذلك تيجي تنقر عليهم واحد واحد، وهذا تنقر المسجات عندك. هسه هنا الحمد لله والشكر انتهينا من عندها. بعد نرجع على، قلت لك لما تنقر هنا على هذا الظرف، نجي نفتح هنا مثل ما جاي تلاحظ فتح عندك. نجي هنا هاي صندوق الوارد، نجي على المحادثات، كلمة محادثات ننقر عليها نقرة واحدة. ننتظر شوية راح تطلع عندنا المحادثات. هاي مثل ما جاي تلاحظ. هاي أنا طبعا السلام عليكم، ممكن نتعرف بأدب واحترام ونكون صديق وما أعرف إيش. وهاي أنا مسحت ذني، تشوفوا شباب ظلت عندي هاي، مو تقولون ها يدور بنات وما أعرف إيش. طريقة الحذف أو طريقة الدخول، ندخل عليه مثلا. هسه هذا راح نفتحهن. هاي تجي هنا، هذا اللي عندك تجي تحذفهن. طريقة الحذف مالتهن، اوكي شباب، طريقة الحذف مالتهن تجي
أو تقدر تأشر المسجات والرسائل المحددة وتحذفها من هنا. شغلتها سهلة وبسيطة وما يحتاج لها شيء. وإن شاء الله قد استفدتم من هذا الشرح البسيط شباب، والأغلبية لا تنسون. أخاف البعض عنده بالإنجليزي، أوكي راح أوضح له. أظهر الصفحة الرئيسية راح تظهر عندي الصفحة عندي بالإنجليزي، وهي الصفحة عندي جوجل كروم تطلع عندي بالعربي. فأنا أنصح الشباب يسوون المتصفح الافتراضي في الحاسبة اللي إنجليزيتهم ضعيفة يسووه على جوجل كروم. وإذا يريد يعرف كيفية جعله متصفح افتراضي جوجل كروم، يدخل على الإعدادات، يجي هنا على الإعدادات هاي مثل ما جاي تلاحظ. ولو طولت بالدرس عليكم يعني، بس البعض ما يعرف لويش تخلي على انترنت اكسبلور، واكسبلور ثقيلة وتعبانة يعني. هاي عندك هنا المتصفح افتراضي حاليا، انت راح تجي تلقاه هنا عليه مستطيل، هنا عليه مثل المستطيل. فانت تنقر عليه وتنتظر شوية يطلع لك يس او نو، فتنطي يس تنتظر شوية راح يصير عندك المتصفح افتراضي ان شاء الله. ويا شباب ان شاء الله قد استفدتوا من هذا الدرس البسيط، وتحياتي لكم. معاكم اخوكم سيف الاسلام العقابي، في امان الله.